ما قلنا خلينا نلف جزء كبير من تركيا في حوالي 5 ايام ولا حاجه. وصلنا بقى لمدينه تانية اسمها مدينه ايه؟ مدينه كرامان. ناس كتير ما تعرفش عنها حاجه، وفي ناس كتيره جدا ما بتزورهاش. ولو في حد بيزور مدينه جنبها او حاجه جنبها تلاقيهم دايما بيروحوا على كونيا. ليه؟ لان كونيا مشهوره بقى بجلال الدين الرومي والمولويه والناس اللي احنا بنشوفهم بيرقصوا دول وهم بيلفوا. لكن لو تشوفوا القلعه اللي ورايا او تشوفوا مثلا او تسمعوا عن كرامان، لو حد مهتم يعني بالتاريخ التركي اللي هو قبل الدوله العثمانيه، هو كان عباره عن ولايه من الولايات، والاتراك اصلا كانوا بيتكلموا ليهم لغه بجانب العربي والفارسي. بس جه محمد ابن كرامان او بيسموه محمد الكرماني، اعلن ان اللغه التركيه هتبقى هي اللغه الرسميه. فاكثرهم بيعتبروا ان البلد دي بلد يعني متمسكه قوي باللغه التركيه من زمان. غير كده بقى، بعيدا عن اي حاجه ليها علاقه بالتاريخ او غيره، ان البلد دي مشهوره بالتفاح. يعني اللي عايز ياكل تفاح حلو ويجي يجيب تفاح حلو يجي على هنا. من الاخر عشان ما اخبيش عليكم، يعني اللي بيجي كرمان ده بيقعد يستريح شويه عشان بعد كده يطلع على كابادوكيا مثلا. ده اللي هيبدا الرحله بتاعته من الجزء اللي هو بقى بتاع مرمريس وانطاليا والجزء بتاع البحر ده. يلا نتقابل في المحطه الجايه.